مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد من قناتكم بلاوكرانا نيوز. إلى العناوين: تشكيلة برشلونة المتوقعة للقاء إسبانيول. ليفاندوفسكي يتسبب في إصابة كوبارسي قبل مواجهة إسبانيول. رسميا نيك ويليامز إلى برشلونة في الصيف. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة، فهيا بنا إلى التفاصيل. ليفاندوفسكي يتسبب في إصابة كوبارسي قبل مواجهة إسبانيول. تسبب الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة في إصابة زميله بالفريق المدافع الشاب باو كوبارسي خلال الحصة التدريبية للبارسا التي أقيمت اليوم الأربعاء. وفي تدخل مع ليفاندوفسكي ضرب المهاجم البولندي عظمة الشظية لكوبارسي بركبته، وتعرض اللاعب الشاب لإصابة في الساق اليمنى وتوجه إلى غرفة تبديل الملابس لتجنب المزيد من المشاكل والتأكد من عدم تأثره. وانسحب كوبارسي صاحب 18 عاما من تدريبات برشلونة اليوم كإجراء احترازي، وتم فحصه ومعالجته وتبين أن كل شيء كان مجرد خوف حسب ما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو. وسيكون كوبارسي متاحا لمواجهة برشلونة ضد إسبانيول في مباراة قد تكون حاسمة في حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم والتتويج باللقب قبل نهايته بجولتين. ويحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره إسبانيول في المباراة التي ستقام في 10:30 مساء الغد الخميس في الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز. تشكيلة برشلونة المتوقعة للقاء إسبانيول. بحسب صحيفة ماركا، فإنه من المتوقع أن يبدأ هانز فليك بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى تشيزني، في خط الدفاع إريك، أروخو، كريستنسن، مارتن، في خط الوسط بيدري، ديونغ، أولمو، في خط الهجوم لامين، رافينيا، فيران. أفادت تقارير صحفية بأن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق مبدئي مع نيك ويليامز جناح أتلتيكو بلباو ومنتخب إسبانيا من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الاتفاق يشمل عقدا يمتد ل5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الصفقة نحو 60 مليون يورو مع متغيرات إضافية بقيمة 4 ملايين يورو. اللاعب أبدى رغبة واضحة في الانتقال إلى الفريق الكتالوني، خاصة بعد موسمه المميز وأدائه اللافت في يورو 2024. رغم التقدم الكبير في المفاوضات، يشترط ويليامز الحصول على ضمانات باللاعب أساسيا، وهو ما يجعل إدارة برشلونة أمام معضلة فنية في ظل وجود رافينيا، ويخشى اللاعب أن يؤثر انتقاله إلى فريق كبير مثل برشلونة على استمرارية مشاركته الأساسية، لا سيما في ظل استعداده لكأس العالم المقبلة. من جانب أتلتيك بلباو، لا يزال النادي متمسكا بخدمات اللاعب، إلا أن شرط الجزاء في عقده يجعل موقف برشلونة قويا في المفاوضات. برشلونة بقيادة هانز فليك يريدون تعزيز خط الهجوم للموسم المقبل من أجل المداورة بسبب كثرة المباريات التي سوف يلعبها الفريق.